بيبدا الفيلم بفاتح اللي بيصحى من النوم يورينا السكس باكس وبيلبس هدومه. بيخرج بره بيلاقي نمراس عامله له كوبايه الشاي زي كل يوم قبل ما تروح على محل الموبايلات بتاعها. فاتح كمان بيروح على اكل عيشه. شغال ايه بقى يا صديقي؟ مدير في مزرعه البان. ساندو بيقول له لتر اللبن النهارده زاد 10 ربع يا ريس. بيقول له بسيطه، خد يا عم العلاج بتاع مراتك اللي بتدور عليه بقالك 10 شهور. بياخد العلاج وبيمشي حتى شكرا ما بيقولهاش. فاتح بيخرج بره. هو بيقول لاولاد عم حمص ايه ياض منك ليه ما رحتوش المدرسه النهارده؟ بيقول له المدير ما رضيش يدخلنا عايز فلوس الترم. ابوه بيقول له عيب يا اولاد يلا ارجعوا على البيت. بيمشوا والراجل بيخش يفتح دولابه بيلاقي في فلوس المدرسه. ايوه صديقي هو ده فاتح، اسم على مسمى. فاتح دراعاته للغلابه. هو بيحب يساعد الكل على قد ما يقدر. على بعد الظهر ساندو بيروح لنمراس. بتقول له ليه تعبت نفسك وجيت؟ كنت اتصلت بيا وانا هاجي لك لحد عندك. بيقول انا بتصل بيك كتير قوي وانت ما بتردش عليا. بتقول له طيب انا اتصلت بالشركه اللي انت خدت منهم القرض، قالوا لي على بالليل هيشوفوا حل للموضوع ده. بيقول لها انا ما اعرفش ممكن يعملوا فيا ايه. في امبارح شويه جوني من الشركه دي وقالوا لي كلام مش مفهوم، بس واضح كده انه تهديد بموتي لو ما سددتش فوائد الفلوس اللي خدتها منهم. انا خدت القرض ده منهم علشان اعالج مراتي ودفعت لهم الفلوس اللي خدتها منهم. دلوقتي عايزين فوائد اكتر من القرض نفسه. اجيب لهم منين إيه؟ ما انت عارفه اللي رايح قد اللي جاي. بالعكس اللي جاي حتى مش مكفي اللي رايح. انت ورطتيني مع الناس دي وانا مش معايا ادفع لهم المبلغ اللي طالبينه ده. بس انا مش خايف على نفسي، اللي مخوفني هيموتوني لوحدي ولا هيقتلوني انا وعيلتي. بتقول له الف سلام عليك من الموت اخويا، ان شاء الله اللي يكرهوه. اقعد بس ارتاح. هات له ليمون يا زقله. ما تقلقش يا اخويا مش هيحصل لك اي حاجه. بيقول لها هيحصل، دي ناس واصله محدش يعرف لهم اول من اخر، وانا اللي فيه ده حل لوحدي دلوقتي. بكره هيبقى حل القريه كلها لان مفيش واحد في القريه دي كلها ما خدش قروض منهم. سلام يا نمراس. نمراس بتفضل محتاره. هو بتروح مع صاحبتها في الباص. صاحبتها بتقول لها اهدي يا بنتي. بتقول لها ده مين؟ انا خليت اهل القريه كلهم خدوا قروض من الشركه دي وطلعت شركه نصابه عايزين ياخدوا فوائد القرض قد القرض نفسه ومش عارفه العواقب هتكون على اهل القريه عامله ازاي. بتقول لها طيب ما تقول الفاتح. بتقول لها هقول له ايه؟ هقول له اني ورطت اهل القريه مع شركه زي دي. فاتح على ما اعتقد ما يفهمش في التكنولوجيا والكلام ده خالص. وبعدين هقول لفاتح ايه؟ هقول له اني ورطت اهل القريه كلهم مع شركه هتقتلهم لو ما سدوش الفلوس اللي عليهم. انا هروح ديلها اشوف حل للمصيبه دي. ومين صاحب المصايب دي؟ ابن الهرمشرمه يا صديقي اللي بيكون ماسك واحد هاكر من اللي شغالين معاه. هو بيقول له يا سلام بقى احنا بقالنا 3 شهور شغالين من النار تعب ليل ونهار، سرقنا ملفات الداتا بتاعت الناس كلها من البنوك واشتغلنا ونصبنا عليهم وانت في الاخر عايز تكشفنا مره واحده؟ ضميرك صحي؟ يا خساره كنت من اكفأ الموظفين عندنا، ولكن مش مشكله هكسب من موتك مشاهدات احسن ما تعيش وتخسرني. وفعلا يا صديقي بيحطوا على جهاز كهرباء هو بيشغل بث مباشر. كل ما المشاهدات تزيد والناس تخش البث ابن الهرمه يزود كهرباء، بيفضل يزود والمشاهدات تزيد لحد ما الواد بينشف على الكرسي. الصحافه والاعلام الكل بيتكلم على اللي حصل. هو ما حدش بيكون عارف مين اللي عدمه بالطريقه دي يا صديقي. اعلى بالليل نمراس بتكلم البنت دي بتقول لها حطي كاميرا في سلسلتك قبل ما تروحي تقابليه. بتقول لها تمام. بتخرج لمامتها بتقول لها طب وايه اللي هيصفرك دلها فجاه كده يا بنتي؟ بتقول لها يا ماما المحل ما فيهوش بضاعه خالص، انا هروح اجيب شويه تليفونات على جرابات على عجب عيني. تقول لها طيب خدي ادي الاكل ده لفاتح. بتاخد الطبق وبتقول له اخويا فاتح خد الاكل ده امي بعتهولك. بيقول لها انا ما بشبعش غير من اكل امي. بتقول له معلش سؤال اخويا، هو انت لو في نيتك تساعد الناس ولكن اكتشفت بعدها انك بتاذيهم ده يبقى ذنب؟ مامتها بتقول لها انت يا بنت يا نمراس تعالى يا بنت ساعديني. بتقول له خلاص ما تفكرش كتير بكره هلاقي حل لمشكلتي. وبتسيبه وتمشي. بيقول لها استني ايا كان اللي عملتيه انت كان في نيتك تساعد الناس وطالما نيتك صافيه ربنا هيكرمك في اللي انت ماشيه فيه ده. بتمشي وتاني يوم الناس كلها بتصحى من النوم تولول والمذيعه دي بتقول خبر عاجل يا ما حذرناكم من التطبيقات اللي بتكسب الفلوس بالسهل. واللي حصل في ناس كتير نزلت تطبيق معين بيكسبهم فلوس وهم قاعدين في البيت وكانت شروطهم للربح سهله خالص. تحط 100 تاخد 2. ناس كتير حطت اللي وراها واللي قدامها وناس كتير خدت قروض من البنوك وحطتها في التطبيق ده وفي ناس كتير خسرت وفي ناس برضو خدت قروض من نفس الابلكيشن ولكن ما قدروش يسدوا الفوائد اللي طالبها الابلكيشن والابلكيشن ده واصل لصورهم وصور عائلاتهم ويهددهم بيها. ساندو بيكون واحد من المهددين بعيلته فبيخش الاوضه دي وبيقفل على نفسه. فاتح بيسمع من زمايله خبر موته هو بيكون في منتهى الحزن. نمراس بتشوف جثته هو بتروح جريه تتصل بالبنت اللي قالت لها حط السلسله في الكاميرا قبل ما تروحي له. بتقول لها انا هروح لتشاندا دلوقتي ابوس ايديك خلينا بسرعه نوصل للناس اللي عامله الابلكيشن دي ونسلمهم للشرطه. وفعلا بتمشي وفاتح بياخد باله. الشرطه بتروح لهم من نمراس والظابط بيقول لها ساندو قبل ما يموت كان سايب رساله كاتب فيها ان في شركه بنتك خلته ياخد منهم قرض وطالبين منه فوائد كبيره قوي ما كانش معاه يدفع الفوائد دي فاللي معاهم الابلكيشن هددوه بمراته واولاده يا ريت تبعت لنا بنتك على الاسم. هو بيسيبها ويمشي. الست بتقول لفاتح السره البنت سافرت على دلهي. فاتح بيروح للواد اللي شغال معاها في المحل بيقول له بص الشركه دي كلمت نمراس وادوها توكيل عشان تخلي الزباين بتوعها ينزلوا الابلكيشن بتاعهم وفعلا في ناس كتير نزلت الابلكيشن وفي ناس خدت قروض وناس حطت فلوس ولعبت بيها والدنيا كانت ماشيه تمام لحد ما جه موعد سداد فوائد القروض دي. الدنيا اتقلبت لان اولاد الهرم عايزين قد القرض فوائد وطبعا في ناس كتير ما معاش تسد الفوائد دي فبيبداوا يهددوا الناس. طبعا بيوصلوا لصورهم وصور عائلاتهم وبيبداوا يهددوا بيهم. فاتح بيسمع الكلام ده هو بيروح ينزل
بينزل الابلكيشن. واللي حصل بعد ما بينزل الابلكيشن بيوصل له كل حاجه في تليفونه، صوره، صفحاته الخاصه. واللي مصممين الابلكيشن ده قاصدين الطبقه الفقيره والمتوسطه، لان الناس دي ما بتدققش في التطبيقات اللي بينزلوها على تليفوناتهم. وطبعا الناس دي بتوصل لصور اهاليهم، وهو بيهددوهم بقتلهم لو ما سدوش فوائد القروض اللي خدوها تضيع، ده غير اللي اتنصب عليهم وبيتنصب عليهم وهيتنصب عليهم في الفلوس بتاعتهم. وطبعا مش اهل القريه بس اللي منزلين الابلكيشن ده يا صديقي، في ملايين منزلين، والملايين كلهم متهددين من الكلاب دول. فاتح بيعرف كل كبيره وصغيره عن الابلكيشن، هو بيقرر يسافر على دلهي علشان ينهي المهزله دي. تاني يوم الصبح بيسافر وبيوصل دلهي، بينزل من الباص وبياخدها لف في البلد، بيحفظ الطرق والكاميرات اللي على الطرق واماكن مراكز الشرطه، بيعرف كل حاجه في البلد، وبيروح يحجز في الفندق ده. بيتصل بالارقام اللي النمراس كانت بتتصل بيهم، ما حدش خالص بيفيده. وهو بترن عليه البنت اللي قالت لنمراس حط الكاميرا في السلسله قبل ما تروح للتشاندا، بتقول له لو كنت عايز تعرف مكان نمراس تعالى قابلني بكره بعد صلاه الظهر عند المجمع الاول. بيقفل معاها، وفعلا تاني يوم بيروح لها، وها هي الوزه الخطيره الحته الجميله كوشي بتقعد مع فاتح، بيقول لها اخر حد كلم نمراس تقريبا انت. بتقول له حصل، انا كنت بساعدها علشان اكشف حقيقه اللي اسمه تشاندا ده. الشخص ده واحد من شركه كريست باي، الشركه دي هي اللي عامله التطبيق اللي انت عارفه اكيد. المهم هي راحت قابلت تشاندا، وده الفيديو اللي قدرت اصوره. ابن الهرمه بيكون مكتفها، بتقول له لا انا مش هشتغل معاك تاني، انا وعدت اهل قريتي ان كل حاجه هتبقى تمام وان محدش هيهددهم تاني. بيقول لها ناس مين اللي انت وعدتيها؟ دي ناس زباله، خليكي هنا محدش يعرف يوصل لك. وبعدين ايه السلسله دي انت بتصوريني؟ بياخدها هو بيكسر السلسله اللي في الكاميرا. كوشي بتقول له ما لحقتش احدد مكانه، ولذلك ما اعرفش الكلب ده مخبيها فين، بس انا متاكده انه ممكن يعمل فيها اي حاجه مش كويسه في اي وقت. بيقول لها ولا اللي اسمه تشاندا ده فين بالظبط؟ بتقول له جنب المحطه الاولى في مسرح مقفول هناك، هو فاتحه وقاعد فيها عافيه ومحدش بيقدر يخش هناك لان معاها رجاله ياكلوا الزلط. بيقول لها طيب. بتقول له رايح فين؟ بيقول لها رايح اتفرج على الرجاله وهم بياكلوا الزلط. وفعلا بيروح على المكان وبيفضل مستني تشاندا ابن الهرمه، بيحضر وبيخش المكان بتاعه، وطبعا بيكون عنده موظفين شغالين الله ينور، كل واحد ماسك زبون على التليفون، واللي بيقول له لو ما جبتش الفلوس هنقتل مراتك وانت عارف ان احنا نقدر نعملها، واللي يقول له هنخطف بنتك، واللي يقول لا يا فندم حط الفلوس على الابلكيشن، بمجرد ما تعمل الخطوات البسيطه والمطلوبه منك هتاخد ضعف الفلوس بتاعتك. وهو فاتح بيخش عليهم، واحد من الرجاله بيقول له انت مين يا جدع انت واللي مدخلك هنا؟ عشان ده بيقول له سيبه، تعالى يا حبيبي عايز ايه؟ بيقول له نمراس بقالها يومين ما رجعتش على البيت. بيقول له انت فاكرني فاتح مركز شرطه هنا ولا ايه؟ لا. بيبص في الصوره بيعرفها على طول يا صديقي، بيقول له لا حلوه، هي البنت دي بتاعتك؟ في حد فيكم يا رجاله شاف البنت دي؟ واحد منهم بيقول له لو شفتها مش هحلها يا ريس. بيقول له شوف ما جاتش هنا، يلا خد الصوره وامشي يا حبيبي. بيقول له بس انا سالت ناس كتير قوي قالوا لي انها جت هنا، وطبعا انا مش هكدب الناس دي كلها واصدق رجالتها، نمراس كانت شغاله معاه وانا بقى مش همشي الا لما اخدها في ايدي. بيقول له طب من كدبك في بنات كتير قوي شغالين معايا ولكن ولا واحده فيهم تعرف شكلي، احسن لك خد بعضك وامشي. بيقول له صدقني مش هينفع، امها مستنياها في البيت. بيقول له قول له لا ست الحبايب امشي، لو عرفت الاقيها هتصل بيه. يلا يا حبيبي طرقنا ورانا شغل وانا دماغي مصدعه مش فضيله. بيخرج شريط برشام من جيبه وبيقول له خد حبايتين من ده هتبقى زي الفل. بيقول له انت عبيط انت ولا ايه؟ انت ما تعرفش انت بتتكلم مع مين؟ ارموا بره يا رجاله. بيقول لهم خلاص انا هخرج لوحدي. بيخرج بره وبيقفل الباب، ولكن بيقفله من جوه يا صديقي، من قدام الباب بيبص، هو بيشوف كل واحد ماسك ايه في ايديه هيضرب بيه. بيرسم السيناريو، هو بيخش اول واحد هي واحده والتانيه بينهيه، اللي بعديه هي لفه جاتو بيحصل اللي قبليه. ابن الهرمه بيخرج سلاحه وبيضرب، ولكن الوحش بيصد باللي في ايديه. اللي بعده انا هساعده، بيفرفر فيهم بكل غباء ولا ذكر فيهم واكل معاه. ابلع على بيخلص وبيروح لتشان اللي بيكون ساحف على الارض ودمه سايح منه. بيقول له بالنسبه لسمرات هلاقيها وهترجع لمامتها، ولكن اللي مزعلني انت اتقطع في رقبتك الشريان السابع، قدامك 20 ثانيه دمك هيتصفى وهتموت، مش كنت خدت حبيتين الصداع وكملت معايا كلام كان زمانك لسه عايش. يلا مالكش نصيب. بياخد تليفونه وبيفتحه، هو بيبعت على تليفونه كل الداتا اللي عليه، بيمسح الفون علشان البصمات، هو بيسيب المكان وبيمشي. ساعه ساعتين والظابط بيسواس بيحضر برجالته، هو معاه المعمل الجنائي، ولكن ما بيلاقوش اي دليل يوصلهم للي عمل كده. مساعده بيقول له دول اكيد عصابه خطيره قوي يا ريس. بيقول له لا ده شخص واحد ولكن شخص محترف قوي، حتى بصمه ما سابش وراه. سهله، راجعوا لي كاميرات العماره اللي جنب البيت ده. تاني يوم فاتح بيقعد على الكافيه ده يفطر، والظابط بيسواس والمساعد بتاعه قاعدين يصوروه من بعيد، غلبانين ما يعرفوش ان الكداب فاتح بست عينيه. بيقول له لا يا باشا بتصورني من بعيد، تعالى صورني من هنا الصوره هتبقى احلى. بيسواس بيقول له المساعد بتاعه تقل التليفون، على رايك من قريب الصوره احلى بكتير. طبعا مصدوم، ازاي عرفناه رغم اني ما سبتش وراك اي دليل. بيقول له الموضوع بسيط يا باشا، في دلهي حوالي 1846 كاميرا في الشوارع، اقل مواطن بيظهر في الكاميرات دي 200 300 مره في اليوم. بيقول له انت هتقول لي ما هي الكاميرات جايباك في الشارع، البطل دخل قتل كل الاشرار وطلع ما سابش وراه اي دليل. بيقول له ربنا يبارك له، على الاقل عمل اللي المفروض انت تعمله، يا ريتني كنت انا يا اخي. بيقول له طيب مش انت يا عم ايه اللي خلاك تسيب البنجاب وتيجي على دلهي؟ بيقول له والله في بنت اسمها نمراس ضايعه بدور عليها، مش ممكن تساعدنا يا باشا الاقيها؟ بيقول له مش هتلاقيها، دلهي مش شقه في العماره اللي انت ساكن فيها، دي عالم يا ابني ملوش اول من اخر. بيقول له يبقى ما تعرفنيش كويس يا باشا، ابويا الله يرحمه كان بيقول لي اللي بيدور على حاجه في الغالب بتكون قدام عينيه.
جنيه بس محتاج شويه تركيز علشان يشوفها، وانا مسيرها اشوفها بالاذن يا باشا، او بيسيبه ويمشي. في الوقت ده ابن الهرمشر ما بياكل بالسم الهاري، هو مديره اعماله بتتصل له بسيت دراعه اليمين، بيقول له يا ريس، بيقول له عايزك تعرف لي مين الكلب اللي قتل تشان، تعرفه لي وتجيبه لي النهارده قبل بكره. بيقول له يا سلام بالسهوله دي؟ بيقول له الواد ده خطر علينا ولا اخطر منه البنت اللي اسمها كوشي، لازم تلاقي الاثنين وتجيبهم لي حيين اخلص عليهم بنفسي. بيقفل معاه وبيخش على رجالته، واحد منهم بيقول له تقريبا ده ريس اسمه فاتح سنج وسط ساده، شفنا سجله نضيف ملوش اي ثوابت. التاني بيقول له شغال في مصنع لبن في البنجاب، ما اعتقدش انه يقتل تشان ده برجالته يا ريس، باين عليه عيل غلبان. بيقول لهم اللي يعمل ده كله شخص مش عادي، ده كذاب هند فولاذي، واحتمال كبير قوي يكون هو فاتح ده، ومن كتر ذكائه محدش عارف يمسك عليه اي حاجه، احنا مش هنخسر حاجه، وروحوا الفندق اللي قاعد فيه وخلصوا عليه. وفعلا بيتحركوا على الفندق، وفاتح بيغير للجرح بتاعه، ورجاله سيتيا فاتحين فيديو لسيتيا وشايف كل حاجه، وهوب بيخش عليه الظابط بسواسه وهو قدام الفيديو. رجالته بيخشوا الاوضه ولكن ما بيلاقوش حد جوه، بيفضلوا يدوروا عليه ما بيلاقوش اي حاجه، ولكن بيلاقوا كاميرا متثبته في الحيط بتديهم انذار وبتفضل تصور فيها، والصور بتوصل لفاتح وهو قاعد بره. كوشي بتقعد جنبه بتقول له بقالك معجبين بيدوروا عليه، انت اتشهرت معاهم اهو يا عم. بيقول لها تسلمي على اتصالك، لولاكي كان زمانهم مخلصين عليا. بتقول له ما اعتقدش، انا الظاهر كده اني انقذتهم منك. هو انت فاكر ان في شخص عادي يقدر يخش على زعيم عصابه زي تشاندا ويخلص عليه هو ورجالته؟ لا وكمان ما حدش يعرف يمسك عليه اي دليل، اكيد ده شخص مش عادي، انا عايز افهم. بيقول لها ممكن دي اول مره احكي لحد، بس حقك تفهمي انا كنت عامل سر دولي، واللي حصل في تشاندا ورجالته مش حاجه يعني، اخر مهمه كانت ليا في الشغل كنت في امريكا، كنت لازم ارجع هارد عليه معلومات تبع البلد، اتفقت مع العصابه وخدت الشنطه ورحت علشان اقابلهم، كلهم بيشدوا الاجزاء ولكن عامل حسابه لان الشنطه اللي في ايديه ما بيكونش فيها فلوس يا صديقي، بيكون فيها ديناميت. بيقول لهم 4 دقايق علشان تسلموني الهارد بتاعي. واحد من الرجاله بيقول له ما تصدقوش يا ريس، الواد ده بيكذب، ما هو لو ضرب الديناميت ده هيموت معانا. بيقول له هتعرف اني كذاب ولا لا بعد 4 دقايق، بس مش عارف هتكون فوق الارض ب 200 متر ولا تحت الارض ب 150 متر. اللي احنا فيه ده بيفكرني بقصه ابويا حكاها لي زمان، كان في ضعضف في الميه وعقرب عايز يعدي الناحيه الثانيه من النهر، قال للضعضف ركبنا على ظهرك وعديني الناحيه الثانيه واما نوصل هديك اكل. الضفدع وافق وشالوا على ظهره، ولكن في نص الطريق العقرب لدغ الضعضف وهما الاثنين بداوا يغرقوا. الضفدع قال له ليه لدغتني؟ احنا الاثنين كده هموت. قال له دي طبيعتي. طيب استفدنا ايه من القصه دي يا رجاله؟ ان البشر عمرهم ما هيتغيروا، مهما وعدوا هيعملوا اللي اتعودوا عليه، وانت وعدتني انك مش هتاذيني، وكنت ناوي بعد ما تاخد الفلوس مني تخلص عليا، فانا قلت بقى عليا وعلى اعدائي. واحد من الرجاله بيجيب له الهارد ورئيسهم بيقول له كده تمام، خد الشنطه بتاعتك وامشي يلا من هنا يا عم. بياخد الشنطه والهارد وبيرمي الشنطه في الميه، وفعلا الشنطه بتنفجر وكلهم بيكونوا في منتهى الصدمه، ولكن الصدمه الحقيقيه انه بيكون سايب لهم حبه ديناميت تحت البار وبيفجرها فيهم يا صديقي، بيسيبهم ويمشي وبيخلص لكوشي اللي بتكون مركزه قوي معاه. بيقول لها من ساعتها يا ستي قررت اعيش في سلام بعيد عن النوش ده كله. بتاخده معاها على البيت وبتقول له ها هتشرب ايه؟ بيقول لها ولا حاجه، انت قلت لي ان الشخص ده اسمه سيتيا. بتقول له بالظبط. بيقول لها طب وهم عايزين ايه من نمراس؟ بتقول له عايزين يوصلوا لي بيها. بيقول لها هو انت خطر عليهم قوي كده؟ بتقول له تعالى معايا. بتاخدوا الاوضه السريه بتاعتها اللي بيكون فيها كميه اجهزه مهوله. بتقول له بص يا سيدي الناس دي انا بحاربها، وطبعا معايا ناس كتير شغاله معايا ماسكه عليهم ادله توديهم في 60,000 داهيه، ولكن مش كامله خالص، ومع الوقت هكملها. هم بقى عايزين يخلصوا مني قبل ما اكمل المعلومات دي واوصل لها. استنى بس خليك معايا. دي واشي. ها يا واشي وصلنا لايه؟ بتقول لها كل حاجه ماشيه تمام، بس اولاد الهرمه دول قلبين الدنيا عليكي. فتح بيسيبهم ويمشي. بتقول لها الواد ده حلو قوي. بتقول لها عيب يا بيت. فتح بيقول لها يا دي خريطه الناس اللي اتنصب عليهم وبيتنصب عليهم. بتقول له بالظبط، اولاد الهرمه كل يوم ليهم ملايين ضحايا جديده. بيقول لها سهله. بتروح تغير وبتقول له خد راحتك، البيت بيتك. بيقعد مع نفسه هو بيقول مين دلوقتي مش معاه تليفون، مين دلوقتي مش عايز يكسب فلوسه ومستعد يعمل اي حاجه علشان يكسب. الكل بيدور، وده بيخليهم فريسه قدام المفترسين الكبار، بيضحكوا عليهم بابسط حوارات، بيجروا رجليهم يطمعوهم وبعدها يدوهم على عينيهم. ودي حصلت حقيقه يا صديقي. في ابلكيشن اتفتح ولم مليون شخص في اسبوع واحد. فكرته كانت بسيطه، تحط 100 جنيه يديك شويه مهمات يسلوك اصلا. اسمع الفيديو ده، اعمل لايك لده، اشترك عند ده، وهوب يدوك فلوس ضعف اللي انت حطيتها مرتين. وكل ما تحط فلوس اكتر كل ما كانت مهامك اكتر، بالتالي هتاخد فلوس اكتر واكتر. في ناس حطت شقه عمرها، وفي ناس حطت اللي وراها واللي قدامها، وفي ناس خدت قروض من البنوك، وفي ناس بعت عربياتهم علشان يحطوها في الابلكيشن ده، وهوب الابلكيشن قفل. واللي يشرحمني يفرحمني. يقال ان التطبيق ده لما اكتر من 6 مليار دولار. متخيل الرقم يا صديقي؟ نهار ابيض. المبلغ ده صديقي كافي لي يجوز كل شباب مصر. المهم كل ده بسبب الاستسهال. بقينا واحنا قاعدين عايزين نعمل فلوس، مفيش حاجه بتيجي بالسهل، واللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل. المهم يا صديقي فاتح بيروح للقائد بتاعه اللي بيقول له ياه والله زمان يا فاتح، فاكر ايام ما كنت شغال معانا؟ اللي فكرك بيها يا فاتح. بيقول له عايزك في خدمه، عايز اعرف مين الشخص ده. بمجرد ما بيشوفه بينصدم. هو بيقول له هقابلك بكره. وفعلا تاني يوم بيقابله. هو بيقول له ده سيتيا وده رئيسه شارما، رؤساء مافيا على الانترنت، والملف ده فيه كل حاجه
حاجه تخصها. بيقول له تسلم يا فندم. بيقول له طيب وانت ناوي تعمل معاهم ايه؟ بيقول له اللي كنت بعمله في اللي شبههم ايام ما كنت معاه. بيقول له هترجع تاني يا وحش؟ بيقول له لا، اعتبرها مهمتي الاخيره. بيقول له خش هتجيبها، بس خلي بالك اولاد الهرمه دول مش سهلين خالص. بيقول له على مين؟ ده انا بابا الكدابين. بيسيبوه. واحد من رجالته بيقول له هنساعد فاتح يا ريس ولا ايه؟ بيقول له فاتح ما جاش علشان نساعده، فاتح جه علشان ياخد الاذن مني يخلص على الكلاب دول وتبقى مهمه رسميه. وفعلا يا صديقي فاتح بياخد الاذن وستيا بيكون قاعد يتعشى وهوب بيطب عليه فاتح. ستيا بينصدم وبيبص حواليه اللي هو انت دخلت ازاي ومنين؟ بيقول له عاش عليك يا فاتح، دخلت من غير صوت. بيقول له انا ما اتكلمتش علشان تسمع لي صوت، واحسن لك اما اتكلم تسمع واللي هقوله لك تنفذه بالحرف الواحد. انا عارف ان نمراس مش معاه، بس عارف انك تقدر توصلني ليها، وان ما وصلتنيش انا اللي هوصلك بايدي للاخره، مش انت وبس، انت واي حد يخصك. بيقول له انت بتهددني؟ بيقول له لا، يبقى انت ما فهمتنيش كويس. خليني احكي لك قصه صغيره كده ابويا حكاها لي زمان. كان في طفل ذكي قوي في المدرسه وكان عنده حلم كبير قوي، كان عايز يبقى هاكر، ولكن ابوه كان راجل غشيم ما كانش مقدر حلمه وكان بيضربه علشان ما يسرقش الناس. ويا حرام ابو الواد ده الكهرباء مسكت فيه خلصت عليه، بس الحقيقه ان الراجل ده ما ماتش من الكهرباء، ابنه هو اللي خلص الكلام. ايه رايك في القصه دي؟ مش جديده عليك صح؟ بيقول له لا بس حلوه بحب اسمعها كتير، المشكله ان دي اخر مره اسمعها منك. بيقول له قصدك رجالتك؟ مش تسكت، ما هو انا مخلص عليهم قبل ما اقعد معاه، وبص دي قادر اخلص عليك حالا. مش كنت شاكك فيا اني انا اللي قتلت تشاندا ورجالته؟ احب اكد لك المعلومه، انا اللي خلصت عليهم، خلصت عليه هو ورجالته من اول مقابله. بس انت هديك فرصه قدامك 24 ساعه تكون جايب لي نمراس وقافل الابلكيشن وحازف المعلومات بتاعت الناس اللي عندكم. بيقول له يا سلام ومش قليل يوم واحد؟ بيقول له ده اخري، انت ما تستحقش اكتر من كده. هو بيسيبه ويمشي. ابن الهرمه بيكون معاه نمراس بيروح لها، هو بيقول لرجالته بكره تروحوا تخلصوا لي على الكلب ده. وفعلا تاني يوم الصبح بيروح على بيت كوشي، هو بيخش جوه، كوشي بتستخبى منهم في الاوضه بتاعتها، واولاد الهرمه بيفضلوا يدوروا عليها بره، بيكونوا خلاص ماشيين ولكن كوشي بتعمل صوت. ابن الهرمه ده بيفتح الباب، هو بيقول لرجالته هاتوها، بياخدوها، ولكن وهم خارجين بيقابلهم الوحش المهين اسد العرين فاتح. بيقول لهم يا رجاله مش تستنوا نفطر سوا؟ هعمل لكم بيض بالجبنه، كله تعبنا. واحد بيرفع سلاحه بيضرب، ولكن فاتح بيلف دراعه بيضرب، التاني بياخد الطلقه بيتعب. ابلع علا بيكسر في عظمهم، لا صديقي بيأثر في عمرهم، واللي بعديهم يحصلوا اللي قبلهم. ابلع علا اللي بعده انا هساعده، بيخلص عليهم ولسه البكاكا شغاله. في الوقت ده ابن الهرمه شرمه بيقول لمديره اعماله احنا هنخلص من اللي اسمه فاتح ده، هنخلص منه بالقانون، هنسرق 82 مليون حساب بنك ونلبسهم له. وفعلا يا صديقي بيسرقوا حسابات الناس اللي منزله التطبيق، وتاني يوم الدنيا بتتقلب. ابن الهرمه بيصور فيديو ولكن بصوت وصوره فاتح، بيقول فيها انا فاتح، انا اللي سرقت 82 مليون حساب ولسه اللي جاي عليكم عذاب، يا ترى حد هيعرف يوقفني؟ بينزلوا الفيديو في ثانيه الناس بتشوفه، وفاتح بيكون في الشارع وهوب الشرطه بتطب عليه، بياخدها جري منهم، ولكن اولاد الهرمه بيزنقوه. بتزنقوا مين؟ ده وحش مهين. ابلع علا بيرقدهم وبيسيبهم ويجري. كوشي بتروح جري لرجالتها، وواحده منهم بتقول لها في حد هرب الفيديو ده. فاتح بيشوف الفيديو وهو بيكون في منتهى الصدمه. كوشي بتقول لهم شوفوا لي ستيا بيكلم مين. ابن الهرمه بيكون بيكلم الضابط بسواس ولكن بصوت فاتح، لاعبينها عليه صح اولاد الهرمه. المهم بسواس بيقول له ليه يا فاتح؟ ليه سرقت الحسابات دي كلها؟ بيقول له يا باشا دي بدايه مش اكتر، لسه اللي جاي دمار على الكل، هبعت لك رابط خش عليه وشوف انا هعمل ايه. فاتح بيقول لهم افتحوا الرابط بسرعه. بيفتحوا الرابط بيلاقوا نمرس متكتفه على كرسي الكهرباء. ابن الهرمه ستيا بيقول بصوت فاتح لما الفيديو يبقى 2 مليون مشاهده هشغل طيار الكهرباء. فاتح بيقول لهم شوفوا لي مكانه فين. بتقول له بحاول اهو. المشاهدات بتبدا تزيد والكل صديقي بيتفرج لحد ما المشاهدات بتوصل 1.5 مليون. التلفزيون والصحافه والاعلام الكل بيقول محدش يفتح الفيديو، ولكن كل واحد يقول هي جت عليا، محدش بيعرف يوقف الناس، وفاتح مش عارف يتصرف ازاي. وهوب المشاهدات بتوصل 2 مليون. ابن الهرمه بيشغل الطيار ونمرس بتطب ساكته على الكرسي، الكل بيكون في منتهى الصدمه، وفاتح بيفتكر كل حاجه حلوه عملتها معاه نمراس، هو بيكون في حاله لا يحسد عليها، نار بتقيد في قلبه، واول حاجه بيعملها بيروح للظابط بسواس، بيخلص على رجالته وهو بيطلع له فوق بيلاقي حاطط خيار على عينيه، بيقول للبت اللي بتعمل له مساج اطلعي بره، بتطلع هو بيحط له الخياره الثالثه في ايديه، بيمسمره في الحيط. ابن الهرمه بيقول له هتقتل ظابط شرطه؟ بيقول له ظابط شرطه بايظ، ظابط شرطه فاسد، اوصل ازاي لستيا؟ بيقول له على اللاب ده كل حاجه. كوشي بتفتح اللاب بتقول له تمام، من غير كلام بيخلص عليه وبياخد كوشي وبيروح على ستيا، بيحط السلاح في المكان ده، هو بيقول له كوشي انا هروح اخش دلوقتي وانت هتغطيني من هنا. بتقول له لا انا ما بعرفش. بيقول لها هعلمك تعالي، بيسيبها على السلاح، وستيا ورجالته بيكونوا قاعدين، وهوب بيخش على الجراج الوحش المهين، بينزلوا تخبط فيه بالاسلحه ولا بيهزوا، اللي بيقابلوه بالسياره بيغزوا، بينزل منها بالرشاش، واللي بيقابلوا بيها صديقي بيرشوا. ابلع علا اللي بعده يسلم لي على عم سعده، بيطلع الدور اللي فوق، وللامانه الواد عامل فورمه صديقي، ولكن السلاح بيخلص، بيكمل بايديه، اللي بعديه يحصل اللي قبليه، بيخلص بايديه، هو بيمسك الخرطوشه دي بيفرشهم على الارض. كوشي بتروح على السيرفرات بتاعتهم، هو بتوصل
الجهاز بتاعها، بتبعت السيرفرات لرجالتها، وهوب ابن الهرمستيا بيقول لها ايه الاخبار، مش عايزه اي مساعده؟ بتقول له انت وكبيرك انتهيتوا. واحد من الرجاله بيقول له مصيبه يا ريس. بيروح معاه بيلاقي الخدمات كلها مسحوبه منها. مديره اعمال شرما بتقول له مصيبه، في حد وقف كل الخدمات بتاعتنا، حتى حساباتنا البنكيه كل حاجه اتحجزت، هنعمل ايه؟ الوحش العنيف هيولع. ابلع على بيخلص على كل اللي تحت، وست يا ابن الهرمه بيكون في ظهره بيضربه بطلقه بيبعد، هو بيفضل مستخبي مكانه، بيجمد قلبه، هو بيخرج وهي واحده في كتفه وبيركنه على جنب، هو بيفك كوشي، بيحط ابن الهرمستي على الجهاز، هو بيفتح الباس زي ما كان بيعمل في الناس بيحصل فيه. الكل بيشوف الفيديو وشرما بيكون في منتهى الرعب، بيقول اكيد الدور عليا انا. بعد يوم الرئيس فاتح بيتصل بيه، هو بيقول له جاهز يا وحش، بيقول له جاهز يا فندم. بيروح على مكان شرما، هو بيخش على الرجاله اللي في الدور الارضي، هو يا رحمن يا رحيم اللي داخل عليكم غشيم. اولاد الهرم بيخشوا عليهم السلاحين ولا بيشغلوا ابن الكدابين. ابلع على امشي يا ابن الهرمه وسخت الهدوء، من كتر الضرب فيهم يا صديقي بينسيهم طعم النار، مش شايفه حموه اللي بعده انا هساعده. ولكن اولاد الهرمه بيتكتروا عليه. تفتكر ان ده هيفرق مع معاليه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله بيخلص عليهم بكل حرفيه. قول الامانه الواد عامل شويه اكشن 100 لا بجد الواد عامل شغل دمار يا صديقي. بيخلص على كل اللي في الدور الارضي، وانقى مختار مصدق ومرضي بيقعد ياخد نفسه، هو بيخش على الدور الثاني، وهوب قنبله بتنفجر بترميها على الارض. بيفتكر كل اللي حصل من بدايه الفيلم، وهوب بيقف تاني على رجليه. لقد تم الشحن بنجاح، ولكن الرجاله حواليه كتير قوي بسلاح. تفتكر ان ده هيفرق مع معالي الكداب المرتاح؟ قولها معاه صديقي السفاح. لا والله بيخلص عليهم بكل حرفيه واكتساح، وهوب جيش ملوش اول من اخر داخلين عليه بسكاكين وسلاح. بيقلع الجاكيت، هو بيخش عليهم واللي بياخد واحده منه بيرتاح. ابلع على بينزل تخبط فيهم بكل غباء، ولا ابن هرمه فيهم بيفرق معاه. اللي بعده انا هساعده. بيخلص عليهم بابشع الطرق، وطبعا مش هتشوف اغلب المناظر حفظا على سلامتك يا صديقي. بيكمل لجوه، وشرما ومديره اعماله بيعرفوا اللي فيها، بيهربوا من المكان غلبانين، ما يعرفوش انه وصل ابو قلب متين. البنت بترجع وبتقفل الباب، ولكن فاتح بيديها واحده بتتوكل على الله تموت. شرما بيقول له انا هفضل فاكرك الباقي من حياتي، انت شبهي بالظبط يا فاتح، كل حاجه فيك بتفكرني بيا. اما بدات حلم في التكنولوجيا قدرت احققه ووصلت له، وانت حطيتني في دماغك وهو وصلتني. بيقول له انا ما تشبهش بيه، انت نصاب حرامي. عارف كم واحد انتحر بسببك؟ عارف كم واحد مش لاقي ياكل دلوقتي بسببك؟ بيقول له انا لا انا اول ولا اخر نصاب في الدنيا دي. العيب مش فينا، العيب في الناس. مين دلوقتي مش قاعد قدام تليفونه وعايز يطلع منه فلوسه وهو قاعد مكانه، وهم قاعدين عايزين يكسبوا، في حين ان انا شقيان وطالع عين امي علشان انصب عليهم. مين فينا اللي بيشتغل؟ مين فينا اللي يستحق المكسب؟ بيقول له احنا مش هنحاسب الناس على تفكيرهم، بص انت كده كده ميت، ولكن انا زعلان لاني هقتلك مره واحده، يا ريت كان ينفع اقتلك 1000 مره. بيخبطوا بطلقه بيرقدوا مكانه. بعد ايام الابلكيشن بيكون انتهى، واخيرا الناس اللي كانت منزله الابلكيشن دي خلصوا من الهم اللي كانوا فيه. كوشي بتقعد مع فاتح، هو بتقول له طيب انت ناوي تعمل ايه؟ بيقول لها هاخد المكافاه اللي خدتها من الحكومه وهفتح مزرعه لبن في البلد، وانت ناويه تعملي ايه؟ بتقول له هسافر على لندن وهكمل في شغلي زي ما انا. بيقول لها طيب، وهي بتقول له طيب. بتاخده بالحضن وبتسيبه وتمشي، وهو كمان بيمشي. هو بيفضل باصص عليها، هي تبص عليه ما يبصش عليها، هو يبص عليها هي ما تبصش عليه، والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن. ولكن حزن الست يختلف يا صديقي، بتكون هتعيط، وهوب بيقول لها بس انا افتكرت ان مزرعه اللبن دي محتاجه حد يفهم في الكمبيوتر، وبصراحه كده مش هلاقي اشطر منك. بتقول له هتديني كام في المية؟ بيقول لها هديكي 100% حليب صافي عسليه. بتاخده بالحضن، ويا جمال النهايات اللي بتداوي جراحي. ولكن ابن الهرمه ده بيرفع عليه قناصه من بعيد، وهي واحده مش عارف بيموت ولا لا يا صديقي. وهنا بينتهي الفيلم.